حياكم الله مشاهدينا. البداية من الأرجنتين وصحيفة أولي، وفيها نقرأ: معاناة في غرفة الملابس. سارت الأمور بصورة طبيعية. سافر ميسي مع المنتخب من سانتا في إلى لاباس، لكنه صدم بخبر توقيفه. توجه إلى الملعب رفقة زملائه ثم دخل غرفة الملابس دون أن يدلي بأي تصريح. رفض ليو دعوة لمتابعة المباراة من مدرج كبار الشخصيات، واختار البقاء في غرفة الملابس رفقة السكرتير العام للمنتخبات خورخي ميادوسكي ورجل الأعمال مارسيلو تينيلي، ومنها تابع سقوط زملائه بهدفي آرسي ومورينو. إلى البرتغال وصحيفة يابولا التي عنونت: تمثال رونالدو الذي أبهر العالم. مطار فونشال أخذ رسميا اسم كريستيانو رونالدو في حفل تم فيه أيضا الكشف عن تمثال لقائد البرتغال، تمثال أسال ولا يزال الكثير من المداد. تواترت التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي ما بين مستنكرة وساخرة من شكل التمثال المضحك، وخصوصا من جانب الفكاهيين البرتغاليين، ومن بينهم برانس الذي كتب ساخرا على الفيسبوك: حتى قبل تدشينه المطار يشهد حادثة. نتحول إلى إسبانيا وصحيفة ماركا التي نشرت آخر تصريحات نائب رئيس برشلونة جوردي كاردوني بخصوص التصريح الأخير لجيرار بيكي. ماركا نقلت عن كاردوني قوله إن بيكي لم يكذب، ليستطرد قائلا: برشلونة سيقف دائما بجانب الحقيقة، وبيكي عبر عما لاحظه، له الحرية في أن يقول ما يشاء. هذه التصريحات تؤلم البعض لأنها حقيقية، وكان بيكي قد صرح أن إثارة قضية ميسي قبل خوض الكلاسيكو لم يكن وليد الصدفة، في إشارة إلى تورط بعض المقربين من ريال مدريد في هذه المسألة.